مساء الخير. يعني ما كانش مترتب قوي ان الواحد يتفرج على الفيلم ده في يوم وفاة الكاتب الكبير احمد عبد الله، واللي كان له بصمات متميزة في افلام الالفينات الاولى، وطبعا صاحب الفضل للعديد من الممثلين الكوميديانات، يعني امثال طبعا احمد حلمي. انا افتكر طبعا ان فيلم ميدو مشاكل هو اللي الف الفيلم ده، ولكن تبقى الافلام المهمة زي الفرح وزي كباريه وزي ساعة ونص ومسلسل الحارة ومسلسل بين السرايات ومسلسل رمضان كريم بجزئيه. وهو على فكرة هو كان في مشروع كتابة رمضان كريم الجزء الثالث، ولكن القدر لم يمهله في استكمال الحلقات. يعني طبعا وفاته المنية للأسف قبل استكمال كتابة الحلقات. طبعا أنا مش هتكلم على الفيلم لأنه الفيلم بقاله أسبوعين موجود، ولكن أنا مش يعني أكيد كل الناس اتكلمت عليه وقالت إنه فيلم رائع، يعني مش محتاج إن أنا أجي أقول إنه فيلم رائع، ولكن اللي أنا أقدر أقوله إنه أول جزء من الفيلم، يعني أول مثلا نص ساعة، يعني لو قسمنا الفيلم ده ل3 أجزاء، أول جزء أنا ما ضحكتش كده في حياتي، ما ضحكتش كده في حياتي حتى في أفلام كوميدي صرف. الجزء التاني يمكن اتعرفنا على شخصيات الجديدة، بقى في شخصيات بنتعرف عليها، شخصية الإخوات وشخصية الأم، خطيبة محمد ممدوح وخطيبة محمد شاهين، والراجل اللي اسمه إيطاليا، والثلاث عفاريت 3 شبان اللي هم عايزين يسرقوا البوسطة، وطبعا عمهم أشرف عبد الباقي. بنتعرف بقى على في نص كده أو في الأول في النص بنتعرف على الشخصيات، وبتبقى بينهم أحداث لطيفة. في الجزء الثالث من الفيلم يمكن المخرج الكبير كريم الشناوي حب ان هو يلم الأحداث، بس يمكن الدنيا يمكن يعني هو قعد يبحبح يبحبح يبحبح، بعد كده جه يلم الراجل، يعني للأسف في حاجات كده يعني وقعت منه شوية، ولكن الأحداث كانت لا تزال يعني مثير، كانت الأحداث برضو مثيرة، انت كنت عايز تعرف ايه اللي هيحصل في الآخر بالظبط يعني. ولكن يعني فيلم مجمل، فيلم جميل. لو اتكلمنا عن ممثلين يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم على محمد ممدوح، ومش محتاجين نتكلم على محمد شاهين، ولو كان ان محمد شاهين يمكن اقل منه شوية، يعني محمد ممدوح كان ظاهر قوي. بيومي فؤاد ممثل كبير جدا رغم من خلافنا الشديد ما بيننا وما بينه حتى في اليومين اللي فاتوا. يعني انتصار، مدام انتصار دي ممثلة عظيمة طبعا. طه دسوقي ده يعني ده خلاص بقى يعني قنبلة الموسم كلها. يعني علي صبحي ممثل ممتاز، احمد السعداني يعني مفاجأة الفيلم الجميلة جدا، واشرف عبد الباقي طبعا عظيم. ولكن يعني بتفضل شخصيتين انا الحقيقة كانوا مفاجأة بالنسبة لي. اول شخصية كانت ميشيل ميلاد، الولد يعني دمه خفيف جدا وكوميديان كبير جدا، هو اللي بيعمل عسكري شبراوي، الله اعلم يعني اذا كان ده صح ولا غلط. ولكن تبقى الشخصية التانية واللي كانت حقيقة يعني انا مش عايز اقول ان احسن الممثلات اللي كانت موجودات في الفيلم وهي هنادي مهنا. الحقيقة الاتنين دول يعني كانوا ممتازين جدا جدا. يمكن مع الاحداث الكتيرة بتختفي شخصيتين وشخصيتين نسائيتين، هي ناهد السباعي. يعني انا كنت حاسس ان هي كانت محتاجة مساحات اكتر للدور، او الشخصية محتاجة مساحات اكتر يعني نفهم دوافعها اكتر. اما الشخصية التانية وهي للأسف كانت دنيا ماهر، انا كنت اتمنى ان المساحة بتاعتها برضو تكتر قوي، يعني خصوصا هي ممثلة برضو كوميديانة برضو جميلة برضو جدا. الفيلم زي ما قلنا السادة الأفاضل هو من ريحة كباريه، وطبعا أنا كل ما بتفرج على فيلم السادة الأفاضل أفتكر الأستاذ الكاتب الكبير أحمد عبد الله وأترحم عليه، وأثني على الكتاب ال3 الشباب اللي كتبوا مسلسل الكبير قبل كده، فأثني عليهم. وأنا عايز أقول إن هم كانوا الأبطال الحقيقيين للفيلم ده الحقيقة. يعني لولا تشابك الشخصيات
والتسلسل الأحداث اللي عجيب جدا. إن الفيلم راح في حتة تانية، ولكن يعني يؤخذ عليهم الجزء الأخير إن هما يعني إيه، طبعا مع أثارة الأحداث إحنا يعني أنا حسيت إن هما يعني لموا الدنيا بسرعة، وكان في اتفاق بينه وبين كريم الشناوي لا لم الدور شوية عشان الفيلم يطلع كويس. عموما أنا شفت فيلم من أحلى أفلام السنة. يعني أنا السنة دي يمكن في الأفلام العربي ما شفتش إلا 3-4 أفلام، وده رابع واحد منهم. والحقيقة الأفلام اللي أنا شفتها السنة دي أفلام العربي كانت كلها حلوة جدا. يعني بس ده اللي أنا كنت عايز أقوله النهاردة. رحم الله الكاتب الكبير أحمد عبد الله، ويغفر له ويسكنه في فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.